لماذا يعني كان الموقف الإيراني خجول تقريبا؟ يعني فقط إيران اكتفت بالتنديد بالرغم من التحالف بين حركة أنصار الله لأنه ليس مصابا بالغباء اللي مصاب فيه السعودي. يعني أكبر قرار غبي أخذته السعودية هو التدخل باليمن، وأكبر قرار غبي بتاخده إيران بأنه هي ترد على التدخل بتدخل. إيران من الحكمة والذكاء بمكان، ومن الثقة بحلفائها بمكان، أنه عارفة أنه الحوثيين هلأ 6-7 أيام رح يأكلوا قتل وشهداء وجرحى ودمار وخراب، وتظهر السعودية المعتدي والظالم والقاهر والفاشل، لأنهم لن يستطيعوا تغيير الواقع في اليمن. وبعدها ستصبح السعودية كما أصبحت إسرائيل في اليوم السابع لحرب تموز، قدام خيار من اثنين: يا بتعلن فشلها يا بتفوت بالبر، وكلاهما كأس مر، وإيران قاعدة هيك وعم تتفرج. حدا بده إيران بالاستفزاز والابتزاز: وينكم تاركين جماعتكم ياكلوا قتل؟ ليش ما بتتدخلوا؟ لن تتدخل إيران، بالعكس إيران رح يضل كلامها هذا سقف التنديد والدعوة لاحترام القانون الدولي والحل السلمي وبعقل بارد. ولدى الحوثيين في اليوم المناسب صواريخ تطال موانئ ومطارات السعودية لوضع معادلة: موانئكم مقابل موانئنا، مرافئكم مقابل مرافئنا، كهرباؤكم مقابل كهرباؤنا، قصركم الرئاسي الملكي مقابل قصرنا الرئاسي. بس مش اليوم، كله بمواقيت ومقادير. شو قوية الحكمة، أول مرة بسمعها بحياتي. عفنا معلي، أنت سمعانة بلا؟ بحياتي ما سمعتها، قوية كتير.